لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن. الإخوة والأخوات الأحباء والأعزاء في مخيمات لبنان، يسعدني جدا أن أرسل إليكم هذه الرسالة، ولكي من خلالكم جميعا أقول لصديقنا ولعزيزنا المناضل فائر الغضبان: الحمد لله على سلامتك. شاهدناك وأنت تعالج في المستشفى، ورفعنا الدعاء في مدينة القدس، في الأقصى والقيامة، في رحاب هذه البقعة المقدسة من العالم. رفعنا الدعاء من أجل صحتك، وأضأنا شمعة من أجل أن تبقى كما عودتنا دوما مناضلا شريفا مستقيما، مدافعا عن القضية، ومتشبثا بحق العودة، وواقفا إلى جانب شعبك الفلسطيني، وخاصة في المخيمات حيث افتقدتهم أنت وكل من كانوا معك خلال الأيام الماضية بزيارات ميدانية، بزيارات تضامنية، بزيارات للتعبير عن الوقوف إلى جانب أهلنا في مخيمات لبنان في هذه الظروف العصيبة، وخاصة بعد وباء الكورونا. إلى الأخ ثائر الغضبان أقول بأننا سعداء بعودتك إلى منزلك لكي تكون مع عائلتك الصغيرة. وأنا هنا أنتهز هذه المناسبة لكي أوجه التحية لعقيلتك، لزوجتك الفاضلة التي وقفت إلى جانبك في هذا الظرف، وهي التي كانت صاحبة القرار بأن تنقل بأسرع ما يمكن إلى المشفى من أجل العلاج. كل التحية لهذه الزوجة الفاضلة، وكل التحية لهؤلاء الأبناء الأحباء الذين أحاطوك في البيت وأحاطوك في المستشفى بمحبتهم وأدعيتهم وصلواتهم، ونحن كنا معهم من بعيد. عدت إلى أسرتك الصغيرة، وعدت إلى أسرتك الكبيرة. أسرتك الكبيرة هي الشعب الفلسطيني، وخاصة إخوانك وأحبائك في المخيمات، وأصدقائك المنتشرين في كل مكان الذين تابعوا حالتك الصحية، وهم سعداء اليوم لأنك خرجت وعدت إلى بيتك بصحتك وعافيتك. نتمنى من الأخ ثائر الغضبان، كيف منقول باللغة العامية، دير بالك على صحتك، لأن صحتك ليست ملكا شخصيا لك، بل هي لكل شعبك. هنالك حاجة للراحة، هنالك حاجة لترتيب لربما الأوقات وما إلى ذلك. هنالك حاجة لكي تهتم بصحتك اليوم أكثر من السابق. طبعا أكيد الأطباء قالوا لك ماذا يجب أن تفعل، ولكن نحن أيضا نقول لك من منطلق محبتنا لك بأنه يجب أن تهتم بصحتك، لأن صحتك غالية بالنسبة إلينا. عدت إلى الأسرة الصغيرة وعدت إلى الأسرة الكبيرة، ونحن في القدس، أصدقائك في القدس صلوا من أجلك ورفعوا الدعاء من أجلك. وفي هذه الظروف التي نمر بها، ظروف منع التجول وما إلى ذلك، من رحاب القدس وأقصاها وقيامتها، صلينا أيضا
من أجل عافيتك وعودتك سالما إلى أهلك وأحبائك. الحمد لله على سلامتك أخونا ثائر، وهنيئا لهذه الأسرة الكريمة، الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة. وإن شاء الله إن شاء الله يبقى إخوتنا اللاجئون الفلسطينيون في لبنان رمزا من رموز الصمود والإباء والوطنية. لكم مني كل المحبة. أعرف أن ظروفكم صعبة وما تمرون به هو أمر صعب، ولكن ثقوا بأن الله لن يترككم، والأحرار لن يتركونكم، والأشراف من أبناء شعبنا وأمتنا لن يتركونكم. كلنا معكم بأدعيتنا، كلنا معكم بكل ما يمكن أن نبذله وأن نقدمه من أجلكم. وإن شاء الله لقاؤنا لقاء الحرية. أخونا ثائر بحب كويكات كثير، وبحب أنه نحكي عن كويكات كثير، فأمنيتنا أن نستقبل ثائر في القدس وفي كويكات وفي كل فلسطين، وأن نستقبل كل اللاجئين الفلسطينيين في وطنهم وفي أرضهم المقدسة. هذا الوطن هو وطنكم، فلسطين هي بلدكم، وليست للغرباء المستعمرين المحتلين الآتين إليها من هنا ومن هنا. الحمد لله على سلامتك أخونا ثائر، وكل التحية لكل الأصدقاء وكل الزملاء، لكل إخوتنا في مخيمات اللجوء في لبنان.